السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الكشري المصري بكل حركاته وتكاته والطريقة الأصلية. معايا ربع كيلو من العدس، معاه برضو ربع كيلو من الرز، على ربع كيلو من الشعرية. وزي ما تحبي بقى، حابه تستبعدي الرز براحتك، حابه تقللي او تزودي في الكميه دي، حاجه ترجع لك انت. معايا توم مفروم، ومعايا طماطم انا فرماها في الخلاط مع شطه حمراء برضو معاها. ومعايا كيلو مكرونه كده نصين مختلفين، على حسب ما بتحبي انت تحطي ايه. ومعايا البصل، ومعايا الحلتين اللي انا هستعملهم. ومعايا كمان المبشرة. انا هعمل البصل الاول لان هبدأ شغل الاول بالبصل عشان استعمل الزيت بتاعه في الوصفة بتاعتي، في كل حاجة هشتغل بيها. هجيب عشان يطلع معاك البصل حلو كده وكل تقطيعه قد بعضه، اعمليه بالمبشرة. لو انت حابه تعمليه بايديكي، يعني انا ساعات بعمله بايديا يعني، بس بصراحه انا قلت اما استسهل واعمله بالمبشره، وهيطلع كله زي بعضه ومش هيتوفر معاك. بس ابقي بالراحه كده علشان صوابعك للبتاعة دي، المبشرة دي غدارة بمعنى صح. شايفين كله زي بعضه ازاي، وحجم واحد، وبيبقى رفيع قوي ويطلع معاكي ناشف ومقرمش من الزيت لانه كله زي بعضه. هجيب بقى معلقة من الدقيق او معلقة من النشا. دي بصراحة معلقة من الفينو، كان عندي شوية كده في كيس من الفينو، حطيت عليهم معلقتين على معلقة صغيرة حاجة كده من الملح لا تذكر، تطعمي بس بيها البصل مش اكتر يعني. حابة تستبعدي الملح برضو، بس الملح بيطعم البصل كده. ومعايا الزيت كده هختبره سخن ولا لا، مش لازم تستغني لما يسخن قوي، علشان طبعا لو دقيق ولا نشا ما يكتلش معاكي، وتنزلي كده حبة حبة علشان الزيت ما يبردش مرة واحدة برضو. انا هنزل بكل كمية البصل بصراحة، عشان يعني ايه، الكمية مش كتيرة، لان طبعا هعمل على قد الغدا، وابقى ارجع برضو اعمل بصلتين كده اعملهم كمان لو فات حاجة للعشاء. طبعا البصل انا معايا هنا، طبعا العدس بتاعي انا ما مش نقعاه، انا يا دوبك كنت منقياه وغسلته وحطيته كده في ميه سخنه، وحطيت معاهم كده يعني حاجه صغيره كده من التوم، على حاجه يعني رشه كده من الكمون. بصراحه الطريقه اللي سلق انا جربت النقع وجربت الطياب، اسلقيه احسن بيبقى افضل بكتير. طبعا بتفضلي تقلبي في البصل كده وما بتستنيش ان هو يحمر قوي، لان البصل لما بتطلعيه ابيض شويه او اللون الذهبي الفاتح شويه ده، بيلون لوحده بعد ما بيطلع من الزيت. عايزه اقول لكم ان الكاميرا اصلا ظلماه ومغمقاه كده في التصوير، هو كان فاتح شويه عن كده ولونه حلو، مش عارفه العيب في التليفون ولا في التصوير، بس هو الاضاءه بتاع مش عارفه، ممكن يكون العيب في الاضاءه. لكن هو كان فاتح عن كده ولونه ذهبي جميل. وطبعا زي ما قلنا بيغمق شويه. بطلع كل اللي في الزيت، بطلعه طبعا على مناديل كده عشان يصفي كل الزيت اللي فيه، وبركنه بقى لان خلاص انا عايزاه بس اعمله الاول عشان استعمل الزيت، لان الزيت اتطعم بريحه البصل وطعمته، فبيخلي ريحه اي اكله كده كانك حاطه فيها بصل. انا هاجي هنا بقى اعمل صلصه الكشري. انا هجيب التوم، انا طبعا كميه توم حلوه مفرومه كده. طبعا لو عندك كزبره ناشفه، بصراحه انا عندي خلصانه، بس يعني لو حاجه عندك خلصانه مش لازم توقفي نفسك وتقولي لا مش هعمل. انا نزلت بدل الكزبره كده بمعلقه صغيره من التوم من الكمون على التوم. وهنا الطماطم بتاعتي انا فرمه معاها زي ما قلنا 3 4 قرون شطه كده من الحمراء، اللي هي السودانيه الرفيعه ديت. بتبقى حلوه قوي وحراقه ومشطشطه، على اساس كنت اصلا هستبعد ان انا اعمل الشطه بتاعه الكشري، فالاولاد اصلا طلبوها مني برضو في الاخر. يعني يعني ممكن تعملي خطوات كده، يعني ممكن تعملي خطوتين في خطوة في كل حاجة يعني، مش لازم كده. كده الصلصة معايا خلصت معايا، احط بقى ايه، دي تركاية حلوة قوي. بصلة كده انت بتكوني مقشراها وتحطيها بحالها كده، بتطعم الصلصة معاكي من ناحية، بتفرق غير البصل المبشور او البصل اللي انت مخرطة، بتفرق جدا البصلاية دي. هنا بقى هنزل بشوية من الزيت زي ما قلنا برضو، واحط عليهم الشعرية كده واحمر الشعرية بتاعتي، برضو ما تغمقهاش. في ناس بتحب تغمق الشعرية بتاعت الكشري، لا انا ما بحبش اغمقها علشان ما يبقاش حامي ويعمل لك حموضة، وتبقي تاكلي كده والاكل يكون بارد وطعم وبألف هنا وشفا كده ونازل في معدتك، ما يتعبكيش.
غسلت الرز بتاعي المصري. حابه تحط، في ناس بتحط الرز البسمتي عادي برضو، بس الكشري المصري بيبقى عايز رز مصري، ما بيبقاش عايز الرز البسمتي، بيبقى حلو قوي بالرز المصري. بتفرق، انا جربت ده وجربت ده، لقيته حلو قوي بالرز المصري. طبعا بشوح الرز مع الشعريه كده، ياخد التشميعه الشعريه مع الزيت، بتفرق، بيبقى الحبايه مفلفله وحلوه. طبعا كنت برضو حطيت العدس كده خلاص اتسلق نص سلقه او تلات ارباع سلقه. لو انت سلقاه سليق كامل، بتسيبي لما الرز يتشرب هو والشعريه، وتقومي حاطاه على حاطه العدس. لكن انا كنت سلقاه تلات ارباع سوا، ومعايا مكعبين كده من مرق الدجاج، كنت فركاهم كده وحطاهم في الطبق، هنزل بيهم برضو بيطعموا لي الرز بتاعي. هنا انا كنت غاليه الميه، كنت معبره ميه الرز والشعريه. طبعا العدس زي ما قلنا احنا سالقينه مش هيحتاج ميه كتير، يا دوبك تضيفي له بس نص كوبايه بس، لان هو مسلوق اوريدي يعني خلاص، مش محتاج ميه. وهنا طبعا الميه مش شويه ولا حاجه، هو الرز لما بتحمصيه شويه كده في الزيت بتحس ان هو بينفش كده، فلما بتحط عليه الميه ما بيشربش الميه قوي يعني. شايفين الرز مفلفل وحلو اهوت. طبعا هو لسه ما كملش سواه، هو يا دوبك نشف من الميه اهوت، ما هوش معجن ولا اي حاجه. هسيبه بقى هد عليه النار خالص، وانقله على عين الصغيره علشان يكمل التسويه بتاعته براحته خالص. هنقله بقى كده، وابدا انا انا خلاص هو نشف اهوت الرز معايا يعني، خلاص انا هدفع عليه. انا كنت نقلته وجبته هنا علشان بصراحه عشان التصوير، وزي ما قلت الاضاءه عندي مش حلوه، كنت يعني ايدي اللمبه بتاعت الفلتر. خلاص انا قلبته، معلش انا تقريبا بنتي حطت الفيديو ده مرتين. قلبته حلو كده، وشايفين المعلقه طالعه ما فيهاش اي حاجه. وهنا الصلصه بتاعتي استوت، وشايفين ما بزودهاش بقى يعني. انا بصراحه لو انت حابه تستكفي على كده وتطفي عليها براحتك، بس انا بحب يعني ان هي تستوي خالص. انا كنت زودتها تقريبا كوبايه من الميه، وحطيت لها رشه من الملح على رشه من السبع بهارات. هنا بقى انا هعمل دقة التوم. انا على فكرة ممكن تستبعدي الدقة وتستبعدي الشطة بتاعته، لان انت يعني على حسب حدقه وعلى حسب ما بتحبي. هنا معلقة صغيرة اللي بتحطها للدقة بتاعت الكشري، معلقة صغيرة كده من التوم المفروم، وهقلبها برضو تقليبة كده. هنا انا كنت بحط رشة السبع بهارات على الصلصة. التوم بس يلون معايا كده ويطلع ريحته، بحط عليه معلقة من الكمون، وعلشان تبقى خطوتين في خطوة انزلي كمان بمعلقة الشطة. فاهمة قصدي؟ يعني ممكن تعملي الخطوتين دول في خطوة، أنا عملت الخطوتين في خطوة واحدة. ونزلت بمعلقة الشطة، وطفيتهم بمعلقتين من الخل، وعصرت عليهم ليمونتين أو ثلاثة كمان كده من الليمون، ونزلت عليهم بكوباية من المية المغلية، يا دوب غلوا كمان وتجانسوا مع بعض كده. وهنقلهم لما يبردوا ويبقوا خلاص جاهزين معايا، تقدموهم بقى في طبسية، تقدموهم في برطمان، اللي يعجبك. هنا المكرونة بتاعتي كسرتها على 4، ما ينفعش طبعا الكشري احنا بناكله بالمعلقة مش بالشوكة. هحط طبعا اللي تتسلق الأول، المكرونة مش دي طبعا دي المكرونة الهلال، لو انت عايزة اللي أصغر من كده براحتك، بس أنا بقولك اللي تنزليها في المية الأول، دي مش التانية، دي بتاخد سوا أكتر من التانية، يعني تقريبا دي تاخد دقيقتين كده. بعد ما سلقتها خلاص وخلصت كده، وطبعا تصفيها وتحطي على المكرونه معلقتين كده من الزيت عشان تفضل معاكي مفلفله وحلوه. وطبعا الدقه انا حطيتها اهوت في برطمان، وهحط بقى الطبق بتاعي كده اهوت، هنزل بقى بالطبق كده. احنا كنا بقى ساعة الغداء، الغرف ده يكون ساعة الأكل على طول. تحط بقى طبقة من الرز على الشعرية والعدس، وتنزلي عليهم بطبقة من المكرونة، وطبعا وتعليهم رشة لو من الصلصة. لو حابة تحطي حمص حط، بصراحة أنا اللي عندي الأولاد ما بيحبوش الحمص، علشان كده أنا ما جبتش حمص وما بستعملوش أصلا خالص يعني. ولو أنت حابة تحطي حطي، ولو أنت بتحبي تحطي وما عندكيش وحابة تستبعديه مش هتتوقفي يعني. وهنزل عليهم بقى دي البصلايه، لو حابه تحطيها في النص كده حطيها، بس انا بصراحه هسيبها عشان جوزي في الشغل لما يجي هو هبقى احطها له بصراحه على الطبق بتاعه. كسرت البصل بتاعي، هو بيحبوه متكسر، ما بحطوش بحاله كده، وارشه بقى على الوش كده مع رشه من الدقه اللي احنا عاملينها بشطه،
زي ما قلنا الخطوتين في خطوة واحدة. ده يعني كان فيديو النهاردة كده، يا رب تكونوا استفدتوا منه واتبسطتم واتسليتم وطلعتوا منه ولو بمعلومة صغيرة، وقدرت افيدكم واطلع لكم معلومة واحدة حتى زيادة عن بقية الفيديوهات بتاعة الكشري. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، وده كان فيديو النهاردة، يا رب ينول اعجابكم. ودي كانت وصفة اليوم، والسلام عليكم ورحمة